بيان إلى الرأي العام في هذا التاريخ وفي مثل هذا اليوم 9 من شهر تشرين الأول عام 2019 قام الاحتلال التركي بالهجوم على مناطقنا واحتلالها وتهجير سكانها الأصليين وتدمير البنية التحتية وقتل شعبنا. واليوم نقول للعالم أجمع نحن أهالي تل أبيض وريفها من خلال وجودنا في هذا مخيم تل أبيض النازحين نقف وقفة تضامنية، وقفة شعب واحد بكل مكوناته. نقول للعالم كله أين أنتم من الهيمنية التركية، هيمنة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها الفاشية أردوغان. كل ما يحدث في مناطقنا من هذه التصرفات السلبية والعدائية للدولة التركية ومرتزقتها في أراضينا المحتلة سواء في تل أبيض أو راس العين أو عفرين هو على مرأى العالم والمجتمع الدولي بأسرى وبصمت قانت. فنحن كسوريين نرفض سياسة المحتل التركي، التوطين، التغيير الديمغرافي، نشر التطرف الديني، التتريك وغيرها من هذه السياسات في أراضينا. ونحن مع الحوار السوري ووحدة أراضينا وشعبنا بكل مكوناته. فبدورنا نحن أهالي تل أبيض نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان أن يقوموا بردع هذه التصرفات السلبية وطرد الاحتلال التركي ومرتزقته من أراضينا وعودة جميع المهجرين إلى أراضيهم. يكفينا التهجير، نريد الاستقرار والأمان في بلادنا. عشتم معاشة سوريا حرة ديمقراطية. لا للاحتلال التركي، لا للاحتلال التركي.